السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أمير الموهوبين وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين من أعظم لعيبة خط الوسط اللي جت في تاريخ الكرة المصرية. وليد صلاح الدين من أعظم صناع اللعب اللي ظهروا في تاريخ الكرة المصرية. قدم مستوى مميز مع النادي الأهلي وبطولات وإنجازات، وخصوصا في التسعينات مثل المنتخب الوطني المصري وقدم معاه بطولات عديدة المستوى. وليد صلاح الدين كان أخلاقيا داخل الملعب وخارج الملعب كان أكثر أخلاقا. وليد صلاح الدين اللاعب اللي الكابتن محمود الخطيب اداله التيشيرت بتاعه وهو بيعتزل. يلا بينا نرجع لورا شوية ونتكلم عن أمير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين. ولد وليد صلاح الدين في 27/10/1971. بدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث أظهر موهبة استثنائية في صناعة اللعب. تم تصعيده إلى الفريق الأول في أواخر الثمانينات، وسرعان ما أثبت نفسه بين الكبار. امتلك مهارات فنية عالية وكان معروفا بدقة تمريراته ورؤيته الرائعة في الملعب. لما نيجي نتكلم عن مسيرته من النادي الأهلي اللي بدأت من سنة 89 لسنة 2003، أصبح وليد صلاح الدين لاعبا أساسيا في تشكيلة الأهلي خلال فترة التسعينات، حيث قاد خط الوسط بامتياز. كان لاعبا ذكيا يجيد التحكم في الكرة وصناعة الفرص للمهاجمين، بالإضافة إلى تسجيل أهداف رائعة. عرف بتمريراته القاتلة التي جعلته أفضل أحد صناع اللعب في مصر خلال تلك الفترة. لما نتكلم عن إنجازات وليد صلاح الدين مع الأهلي، حقق الكثير والكثير من البطولات: 7 دوري مصري متتالية من 93 لسنة 2000، 4 بطولات كأس مصر، 3 دوري أبطال أفريقيا 87 و2001 و2003، 3 بطولة كأس سوبر أفريقي، 5 بطولات كأس السوبر المصري، البطولة العربية سنة 96، كأس الكؤوس سنة 93. كان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الأهلي برقم دوري أبطال أفريقيا عام 2001 بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي. ساهم بأدائه الرائع في وسط الملعب ليحقق الأهلي اللقب بعد غياب طويل. مسيرته مع منتخب مصر: مثل منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية، كان عنصرا مهما في خط وسط الفراعنة خلال التسعينات. شارك في كأس الأمم الأفريقية 96 بجنوب أفريقيا، وساهم في وصول مصر إلى نصف النهائي. كان لاعبا تكتيكيا يعتمد عليه في المباريات الصعبة رغم المنافسة القوية في مركزه خلال تلك الفترة. بعد رحلة حافلة بالعطاء، اعتزل وليد صلاح الدين في عام 2003 ليترك إرثا كبيرا في القلعة الحمراء. بعد الاعتزال لم يبتعد وليد صلاح الدين عن كرة القدم، حيث اتجه إلى مجال الإعلام الرياضي والتحليل الكروي. عمل كمحلل فني في العديد من القنوات الرياضية، وأصبح أحد الأسماء البارزة في مجال التحليل الفني. قدم رؤى تكتيكية عميقة عن المباريات بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب. شغل أيضا منصب مدير الكرة في الاتحاد السكندري، وساهم في تطوير الفريق خلال فترة عمله هناك. لما نقول وليد صلاح الدين من أفضل اللاعبين اللي جت في خط وسط الكرة المصرية، لأنه كان يتميز برؤية استثنائية للملعب، كان قادرا على قراءة اللعب بذكاء، امتلك مهارات تمرير دقيقة جعلته من أفضل صناع اللعب في مصر. كان قائدا هادئا داخل الملعب يوجه زملائه ويصنع الفارق في المباريات الحاسمة. لعب دورا مهما في بطولات الأهلي الأفريقية والمحلية، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب. وليد صلاح الدين سيظل واحد من أفضل لاعبي خط الوسط الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية. وليد صلاح الدين مهارة فردية عالية، كان لعيب ممتع للعين حرفيا. يعتبر وليد صلاح الدين من افضل اللاعبين الموهوبين اللي جت في تاريخ الاهلي وتاريخ منتخب مصر. سيظل وليد صلاح الدين من ابرز اللاعبين المهاريين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية. كان يمتاز وليد صلاح الدين بتمريراته الحاسمة والقاتلة. صنع مع النادي الاهلي بطولات وانجازات لا تنسى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، وما تنساش تقول لي رأيك في اهم هدف تفتكره لوليد صلاح الدين. عايز اسمع رأيك في الكومنتات. رمضان كريم.